يسعد صباحكم من أسوان. بصوا ورايا على التل الرملي هتلاقوا فيه مبنى صغير ليه قبة. المبنى ده عبارة عن قبر اتدفن فيه واحد من أغنى أغنياء العالم، كان من الهند، اسمه السلطان محمد شاه ولقبه أغا خان الثالث. لما مات أغا خان الثالث فضلت زوجته الأخيرة الفرنسية الجميلة واللي سمت نفسها أم حبيبة بعد ما أشهرت إسلامها، عاشت بعده يجي 43 سنة. وكانت لما بتزور قبره هنا في أسوان كانت بتحط كل يوم وردة حمراء على قبره، ولما تسافر توصل جنايني إنه يحط الوردة الحمراء ديت باستمرار كل يوم على قبره. دي مش قصة خيالية، دي قصة حقيقية بيأكدها لنا أهل البلد، وقت ما كانوا بيقدروا يزوروا القبر ويشوفوا بنفسهم الوردة الحمراء اللي بتتحط كل يوم على قبر الأغا خان. سر حب الأغا خان الثالث في أسوان إنه في آخر أيامه تعب جدا وما كانش بيقدر يمشي على رجليه، ودكاترة العالم ما قدروش على علاجه، فواحد نصحه إنه يجي أسوان ويدفن رجله في الرملة هنا لعل وعسى تكون سبب في شفائه. وبالفعل خف ورجع يمشي تاني، ومن هنا وقع في غرام أسوان وقرر إنه يبني فيها الاستراحة اللي موجودة تحت قبره بشوية، وكمان قرر إنه يدفن فيها. أم حبيبة زوجته الفرنسية هي كمان وصت إنها تدفن بجوار جوزها هنا في القبر دوت، وبالفعل لما ماتت عام 2000 تم نقل جثمانها لتدفن بجوار جوزها أغا خان الثالث. أم حبيبة عملت هنا قبل ما تموت في أسوان جمعية خيرية اسمها برضو أم حبيبة لخدمة المحتاجين في أسوان. أم حبيبة الفرنسية والأغا خان الثالث الهندي كانت قصة حب نادرة، واجتمعت على حب مدينة نادرة في جمالها وفي طيبة أهلها. لما تيجوا أسوان حاولوا تاخدوا بالكم من القبر دوت أثناء ما انتم بتتمشوا على الكورنيش أو حتى أثناء ما انتم في فلوكة في النيل. افتكروا قصتهم وبقروا لهم الفاتحة. أشوفكم في حلقة تانية ومعلومة أو قصة جديدة. سلام عليكم.